ايمان شعبان مرسي. 57 بس ليه درجتين في الفيزياء. ليكي درجتين؟ ليه درجتين. ان مشروع 59. قربي المايك. 94 و22%. مايك ده كمان. طب بشري. طب بشري 94%. طب بشري ايه؟ طنطا. طب بشري طنطا، ما شاء الله. يعني تعرفي تقولي لي ايه النصايح اللي انت كنت سامعاها من اوائل السنه اللي فاتت وطبقتيها، وهل انت اتكلمتي معاهم بعد الحصه ونصحوكي بحاجات وفرقت معاكي؟ اتفضلي. هو اهم حاجه فعلا ان انا اعمل الواجب بما يرضي الله، اللي هو كانت اهم حاجه صراحه، اللي هو الواجب فعلا كنت بحل من كذا كتاب اللي هو افكاره عاليه شبه التفوق وممكن الدليل. كتاب الامتحان ده كان سهل بس كنت برضه بحله علشان اللي هو كان كل المدرسين بيقولوا خلوا كتاب الامتحان. والوسام سابقا الخبير حاليا. ده اعمق كتاب صراحه. ايه اعمق؟ اعمق كتاب. اعمق. صراحه افكاره عاليه جدا. برضو عايزك تحكي لنا كده برضو يومك كان بيعمل ايه في الدروس، وتكملي النصايح اللي انت شايفه ان انت سمعتيها، غير ان حل الواجب بما يرضي الله بيفرق، وان انا نحل من كتب كتير. تالي الحل اهم ولا المذاكره؟ ويومك كان بيقضي ازاي؟ وايه النصايح التانية اللي تستفدتي منها؟ هو انا كنت من النوع اللي بحب اذاكر بالليل، مش بحب اصحى بدري. يعني انا كنت بفضل للساعه 3 4 بالليل لحد ما اخلص اللي هو كان عليا. كان البيت كله بيبقى نايم بس ماما كانت كل شويه تصحى اللي هو تطمن عليا وكده. ما كنتش بفضل الدروس الصبح جامد عشان بنام الساعه 4 ونص 5. هصحى ازاي؟ كانت اول دروسي بتبقى هنا في دمنهور الساعه 8 يا 10 على حسب المدرس. انت بتنامي امتى كام ساعه كده؟ انا كنت بنام الساعه 4 ونص 5. تصحي الساعه كام؟ ماما كانت بتصحيني 7 عشان لو هنا 8 كنت بصحى 7. بتنامي 3 ساعات؟ لا ما هو انا باجي بقى بعدين بالليل اللي هو بعد العصر لما اخلص دروسي اريح ساعتين تاني وكده. كملي. كنت باجي بقى اخد دروسي عادي وكده. اهم حاجه ابقى قاعده في الحصه مركزه. والفيزياء بالذات بقى صراحه كده كنت المواصلات بستغل ان انا اكتب البي دي اف. كل البي دي اف معايا كامل في كشكول هناك. والاسئله برضو اللي كانت صعبه كنت بكتب رقم الصفحه ورقم السؤال. يعني انت في المواصلات قاعده تيجي جايبه كده السكتش ومبيضه البي دي اف بتاع الحصه اللي احنا بنسميه سكتش الايه؟ سكتش الزتونه. مبيضه سكتش الزتونه في السكتش ده وبتذاكريه في الحصه بحيث لما تروحي يبقى خلصتي حاجه من اللي عليكي. يعني انا متحمل مسؤوليه ان انا في ثانويه عامه. بيبان على الوشوش على فكره. وانا بقول لك بيبان على الوشوش، كان باين عليه. من اول السنه باين على، انا حتى كده بقول دايما ولي الامر لو دخل هقول له ابنك هيبقى كويس، ابنك هيبقى وحش، باين على الوش اهو. استغلت حتى وقت المواصلات ان انا بكتب الملاحظه اللي هي ال10 دقايق اللي كانت بتقولوا عليهم اروى، ال10 دقايق اللي انا لازم اقرا البي دي اف واطلع منه الايه؟ الزتونه. طب كملي وبعدين. وكنت بقى لما اروح لو ما فيش درس، اللي هو اول لما اروح كان عندنا في سنه لو ما فيش درس بعد الدرس هنا كنت بحل الواجب. ممكن لو البي دي اف كان شويه ساعات بيبقى شويه صغيرين في الحديثه بالذات كناش بنكتب كتير. كنت بحل شويه في المواصلات برضو عادي. ولما بروح بقى لو ما فيش درس كنت بحل هنا، احل اللي هو كتاب بالوسام واسمعه بالليل. لو عندي درس بجهز اللي هو اراجع لدرس بتاع سنهور الاول كده على حسب الدروس. يعني كانت بتبقى نظامها ايه معايا. شديتي في شهر كام؟ اكتر شهر شديت فيه كان شهر 2 عشان كان عندي فرح اختي. كان فرح اختي 2/4 فكان لازم اشد جامد اللي هو اعوض كذا حاجه. يعني انا مخلص اصلا المناعه والدي ان ايه في شهر 4 كده، مخلصاه في نص 4. كنت اصلا بدأ فيه من زمان. هو كان فرحك انت ولا فرح اختك؟ لا فرح اختي. فرح اختك في 2/4. لا ايوه كان 2/4. فانت قبل شهر 4 كنت عايزه تخلصي كل حاجه عشان فرح اختك. ايوه. طب وفرح اختك استمر كام ليله؟ 40,000 ليله وليله ولا 40 ليله وليله ولا لا ايه؟ كنت بروح لها كل شويه. احكي لي بقى. هو انا كنت ظابطه المنهج جامد يعني لحد شهر 2 وكذا حاجه بدات اللي هو ابدا مع مدرس اللي هو احاول اخلص من هنا ومن هنا لحد عشان عند كذا مدرس. لا كنت بسمع اونلاين، مش باخد كتير في الدروس عشان مش دروس كتير مش حلوه. الا الفيزياء خدتش بالي غير ده عند حضرتك. هو طبعا في سندوتشين تحت، واحد حادق واحد حلو معاهم عصير راني، فمحتاج دي بقى البنا يتبروز كسنتر وكمنصه، وممكن ازود لك الحشو في السندوتش. صراحة أكتر مادة فعلا ما فكرتش فيها ولا آخد درس ولا حاجة خالص كان مستر محمد البنا هو والإنجليزي. ما خدتش في الاتنين دول. ما أنا كنت بشرح لكم إنجليزي برضه. جو تو هيل. جو تو هيل يعني إيه؟ بالتوفيق بالإنجليزي. بالتوفيق إن شاء الله. فاللي هو اللي أكتر حاجة حاولت أبدأ فيها المناعة والدي إن إيه عشان الأحياء كانت شوية بتبقى داش. طب دلوقتي بيقول لك البنا بيهتم بالمسائل وما بيشرحش النظري والامتحان كله نظري، تردي على الناس دي بهدوء دون تعصب. انت واضح ان انت البنا رشيكي رشوه جامده.
فانت بهدوء بدون تعصب ترد عليهم تقول لهم ايه؟ على فكره امتحان الفيزياء انا مخلصاه في ساعه تقريبا، ومستنيه المراقب هو اللي يقوم يلم الورق. اللي هو الامتحان صراحه انا استغربت من الصياح، اللي انا اختي بتقول لي كله منزل على الفيس بيصيح، انت ازاي بتقولي الامتحان سهل؟ هو انا اصلا ليا درجتين اللي هو ده عاشر واحده تقول الجمله دي. انت كان ليكي اخوات اكبر منك؟ كان عندي اخوات اكبر مني. كلياتهم ايه؟ الاثنين في تمريض. ما شاء الله. طيب هل بقى كانوا بيمارسوا؟ عندي كانت طالعه الاولى في ثالثه اعدادي. اتفضلي احكي لي كده. كان عندي انا اختي طالعه الاولى في ثالثه اعدادي، وكان اول نظام تابلت تمام، فالمدرسين اصلا ما كانش عارفين النظام، ما كانش حد عارف الدنيا عندنا هناك ايه. فبابا قال لها خشي ثانوي وكده، ومش راضي يقدم في تمريض، اللي هو مش راضي يسحب الملف. بابا ما حدش راضي، اللي هو المدرسين قالوا له ما احناش ضامنين الدنيا وكده. دخلنا بقى تمريض وكده ما شاء الله. يعني هي من ثانوي دخلت ثانوي تمريض. وجابت 98 وشويه في تانية معهد، اللي هو بتاخد الاول 3 سنين دراسه بعدين سنتين معهد، ودلوقتي مكمله كليه التمريض. على فكرة التوجه ده بيدل على ان الاسرة نفسها لها رؤية. يعني انا فرحتي بالشهادة، فهي البنت كانت طالعة الاولى على المدرسة في ثالثة اعدادي، ودخلت ثانوي تمريض، وجابت في ثانوي تمريض مجموع عالي، وكملت كلية تمريض. وعلى فكرة كلية التمريض دلوقتي انا مش يعني انا بقول فعلا هو طب بشري، تمريض يجي بعدهم بيطري وعلاج طبيعي. يعني مع احترامي حتى سواء صيدله او اسنان، كليات برضو كويسه وكل حاجه، بس اللي عنده رؤيه الكليات ديت لا، المجال العمل مفتوح ليها جوه وبره. والطالب الشاطر الذكي اللي يركز في حاجات زي دي، يركز انا هشتغل ايه. الثانويه العامه دي خطوه مهمه، فديت خطوه موفقه جدا. بس انت ما كرروش معاكي نفس التجربه ليه؟ يعني ده بسبب نصايح المدرسين؟ لا هو انا ممكن الاقي اختي تكون من النوع اللي بتحفظ جامد، اللي هو مش بتحب الفهم زياده عن اللازم. انا بقى مش بحب الحفظ، انا بحب الفهم. يعني هو بابا حقق لكل واحد رغبته. انا اصلا بابا ما كانش راضي يدخلها تمريض منعا باتا، اللي هو لا خش ثانوي وهدخلك جامعه اهليه برضه او خاصه، اللي هو هي مش راضيه، اللي هو احنا مش عارفين الدنيا، مش عارفين، محدش كان عارف الدنيا وقتها. تمام. يعني برضو الاب هو نفسه ان يدي لك عينه على فكره، فانت ما تطلعش عينه، فانت يعني ساعده انه يساعدك. ان انا شايف ان في السن ده انت ما شاء الله طولت وكبرت وصوتك خشن، صوتك ما يعلاش على ابوك وامك خالص. انت واضح حتى ان في حوار جميل في البيت. هو يوم النتيجه كنتوا عاملين ازاي؟ هم اصلا كانوا في البيت تقريبا كانوا واثقين فيا. قبل النتيجه بيومين محمد اخويا كان حالم لي 98، قلت له ابعد عني يا ابني. 98 اللي انت حالمها. ماما حلمت لي 94 ونص. ماما حلمت لي 94 ونص. هي الامهات دايما احلامها ما بتخيش، بتيجي على طول. يعني انا عندي ساعات ام محمود تحلم بحلم تقول لي في حد مات في البلد، تصحى من النوم كده تتصل تلاقي في حد مات بجد، تقول لي في حد جاله خير اتصل بيه، نتصل عنده خير بجد. فالامهات بيبقى عندهم موضوع ده. ماما اصلا كانت اكتر حد قريب مني. والله واضح انها اسره جميله. يعني وهي بتتكلم جابت سيره اخوها وجوز اختها واختها والدها، واضح حاله الحب اللي في البيت ده، واكيد ديت ليها دور. يعني برضو انا بقول لو انت مفكر او معتقد بالخطأ ان ابوك وامك واخواتك مع دينك، والله ده اعتقاد خاطئ مش موجود في الفطره البشريه. ممكن يكون بيتهيأ لك كده دلوقتي، انما لو تعاملت بالابتسامه الجميله دي وبالروح الحلوه دي، انت نفسك لو حبيتهم هتلاقيهم هم بيحبوك. انما لو انت شايف ان هم كارهينك، انت نفسك كاره نفسك وكارههم، فمش مش هتستقيم حياتك، صح؟ فابدا انت بالحب، زي ما واضح في عينيها حب لكل افراد اسرتها. حتى العضو الجديد اللي دخل في الاسره هي رخمت عليه في الاول شويه، بس بعد كده بقى اكتشفت انه اخ. ما تروحيش بقى خالص بقى يعني. انت رايحه بعد يعني قولي كده. رايحه لهم بعد الدرس. يعني طب وليه كده؟ هم مستنيني، هو اللي بيرن عليا يقول لي تعالي اساسا. لو النبي. والله. ربنا يبارك لك يا رب. وتحيه للدكتوره القمر دي وصوره معاها.